بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بص يا جماعة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام زي ما كل مرة بنصلي على النبي في الأول. أنا دلوقتي نجيب الكرة كده عشان أثبت الكاميرا. نجيب الكرة كده، داخلين نتكلم على الموضوع اللي هو شاغل السوشيال ميديا كلها. ايقاف لاعيبة الاهلي كهربا والشناوي. الوقت يا جماعة طول عمرنا عارفين من واحنا صغيرين، من واحنا عيال صغيرة، اقسم بالله عمري ما سمعت غير كده ولا اعرف غير كده. اعرف ان اللاعب اللي كان زمان بياخد انذارين مثلا في الدوري وجاي بعديهم ماتش كاس، الايقاف بيجي على ماتش الكاس، ما يلعبش ماتش الكاس والعكس. يعني يا جماعة العقوبة بتبقى على المسابقات المحلية كلها. دلوقتي اتحاد الكورة او لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشربجي عايزين يغيروا اللائحة في الضلمة. ده على اساس ايه بقى؟ على اساس ان البلد دي كلها بهايم. معلش بقى، الاهلاويه والزملكاويه، ما هو لما هيغير اللائحه دي معلش بقى يبقى كل البشر اللي عايشين على الكوكب معاه بهايم. ليه؟ الباشا المستشار طلع مع الاعلامي هاني حتحوت بنفسه في مداخله تليفونيه بنفسه، وقال ان اللاعب طالما صدرت عليه عقوبة خلاص يا جماعة، اللاعب لو صدر ضده عقوبة تمام من لجنة التظلمات ولعب بعدها ماتش، يبقى ده شيء استفزازي للجمهور المنافس. ده هو اللي بيقول كده بنفسه. بيقول ايه بالظبط؟ بيقول أليس هذا استفزاز؟ يعني لو اللاعب صدرت ضده العقوبة وراح هو لعب الماتش اللي بعديها زي ما كهربا عمل في ماتش سموحه يا جماعه ولسه هيلعب السوبر، بيقول أليس هذا استفزاز؟ يعني طالما العقوبة صدرت ما ينفعش يلعب، لحد بقى ما يعمل بقى استئناف، يعمل اللي يعمله، تنزل العقوبة من 12 ماتش ل 8 مطوشة ل 6 مطوشة ل 4 مطوشة. هو ده اللي بيحصل وهو ده اللي بيكون.